الدار البيضاء في هاد الأيام وقعت فيها واحد الواقعة هضروا عليها بزاف ديال القنوات في مختلف دول العالم، ويقدر يكون عندها تأثير سلبي على الصورة ديال المغرب. واحد الراجل اسيدي كان جالس في واحد الفندق 5 ايطوال على ما كيقولوا، فندق راقي في كازا، غادي يبغي يخرج يضرب دويرة في المدينة بحالو بحال كاع الناس. هو ومراتو غادي يهز التليفون ديالو غادي يقلب شوية غادي يلقى واحد الرقم ديال واحد السائق اللي بحال عندهم واحد المقاولة صغيرة ديال كيوصلوا الناس لأي بلاصة باغيينها وهادي. وفعلًا غادي يصوني عليه وغادي يجي عندو ومعاه غادي يجي باش يطلع الطاكسي قدام الباب ديال لوطيل، ديك السيارة قدام الباب ديال لوطيل، غادي يجيو يحاصروهم تما مجموعة ديال السائقين ديال سيارات الأجرة اللي غادي يمنعوا السيارة أنها تحرك، وربما دخلوا في عراك بيناتهم وهادي. الشخص اللي كان في الفندق على ما كيقولوا أنه دبلوماسي روسي، كنعرفوا الدبلوماسيين وهادي. دبلوماسي روسي رفيع المستوى عنده شي مهمة في المغرب جا باش يقضيها وهادي، وقال راه نضرب دويرة ما فيها باس. صافي فإذا به كيلقى راسو داخل في مشكل مع شي صحاب طاكسيات. والقضية كبرات ودخلوا السلطات وهادي وتعقدات الأمور شوية. وحسب الأخبار اللي كاينة كتقول أنه النيابة العامة عطات الأمر ديالها باش أنه يتشد شي سائق طاكسي وقيلة من هادوك كيبكن اللي كانوا تما وقيلة اللي تما كانوا داخلين في المشكل وقيلة. هادي الأخبار اللي كاينة لحد الساعة بخصوص هادشي هذا. كنتمنى أني نكون وضحت شوية الصورة ولو غير شوية، وضويت شوية على شي بلايص مظلمين. وكنظن هادشي كان فيديو اليوم. إلا عجبكم هادشي لايك أبوني كومونتير هادشي كامل إلا بغيتو بارطاجيو هادشي كامل إلا بغيتو كدا المهم. وكنظن هادشي كان فيديو اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.